السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم شباب تالتة إعدادي. النهاردة هنشرح مع بعض أول درس في الجغرافيا اللي بعنوان قارات العالم، الموقع والمساحة. الدرس ده قبل ما أشرحه هتحبوه جدا جدا جدا. يلا بينا نبدأ. في الأول خالص لو أنا قلتلكوا إن كوكب الأرض ده مقسوم لجزئين، جزء يابس والجزء التاني مية. لو أنا سألتكم مثلا الأكتر من حيث المساحة اليابس ولا المية، انت طبعا هتقولي المية. هقولك برافو، لان انت اصلا واخد المعلومة دي وانت في اولى اعدادي، ان كوكب الارض بنطلق عليه الكوكب المائي، والمية بتشغل فيه 70.7% من المساحة، يعني هتكون مساحته اكبر بكتير. طيب مساحة اليابس هتكون كام؟ برافو، 29.3%. طب حد سألني هي مساحة الارض اصلا قد ايه؟ هقول لك 510 مليون كيلو متر مربع. يعني المساحة دي كلها اللي هي 510 مليون كيلو متر مربع قد مساحة مصر 510 مليون مرة، لأن مساحة مصر تقريبا مليون كيلو متر مربع تقريبا. وما تتخضش من الأرقام اللي احنا عمالين نقولها دي، لأن الأرقام دي كلها مش حفظ، انت بس بتعرفها للاستنتاج. يعني انت تستنتج دلوقتي ان المساحة الأكبر هي المية. اديني مثال كده ليها يا مس. هقول لك عندك محيطات وعندك بحار وعندك كمان بحيرات وعندك خلجان، يعني حاجات كتيرة جدا. يعني السؤال هيجيلك صح ولا غلط؟ هل معظم مساحة الأرض مية؟ أكيد السؤال صح، الإجابة صح. طيب أكبر أشكال المية زي ما أنا قلتلك كده هتكون المحيطات. هي أشكال اليابس دي إيه؟ إحنا عمالين نقول أشكال المية وعرفنا إن المية مساحتها أكبر بكتير من اليابس. طب اليابس دي إيه هي؟ اليابس دي الأرض اللي انت واقف عليها دلوقتي. اشكال بقى يا عم اليابس هتكون القارات. يعني انت عندك 7 قارات على الخريطة زي ما انت شايف كده. في اشكال تانية انت بتلاحظها على الخريطة بتكون عايمة كده على المية، دي بتكون جزر. لو فاكر يعني ان انت خدت جزر اسمها جزر القمر او القمر اللي انت سمعت عنها في تانية واولى اعدادي. تعالى كده نخش على معلومة جديدة شوية عليك. احنا عندنا في الجغرافيا الدولة لما بتتكون من مجموعة من الجزر أو جزر عموما أو جزء من جزيرة، دي بنطلق عليها الدولة جزرية. الدولة دي بتتكون من جزيرة أو أكتر، أو قد تكون جزء من جزيرة. قلنا عندنا 7 قارات، ومنهم قارة آسيا، ومنهم قارة آسيا، وعندك أوروبا، وعندك إفريقيا، وفي قارة أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، قارة أنتاركتيكا، وفي قارة استراليا. تمام، عندك 7 قارات، بس لازم تعرفهم بالترتيب. انت سمعت اكيد عن القارات دي، بس تعالى بقى تعرف مين اكبر قارة ومين هي اصغر قارة. اسيا هي اكبر القارات. تاني قارة معانا هي افريقيا. تاني قارة معانا هي مين؟ افريقيا. وبعدين امريكا الشمالية، بعدين امريكا الجنوبية، بعدين القارة القطبية الجنوبية، اللي قبل الاخيرة معانا اوروبا، وبعدين استراليا. يعني اكبر القارات هي اسيا، اصغر القارات هي استراليا. حتى هي واضحة على الخريطة قدامك، لان انت عندك قارات عالم قديم، قارات عالم حديث. قارات العالم القديم هي اسيا، افريقيا، اوروبا. ال3 قارات دول هم اللي اكتشفوا الاول. الانسان عموما منذ بدء الخليقة هو اللي اكتشف ال3 قارات وعاش فيهم. بعد كده بدأنا نعبر المحيطات ونكتشف ان في قارات تانية موجودة، وبدأ الإنسان يكتشفها أكتر. أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، القارة القطبية الجنوبية، وبعدين أستراليا. أكبر القارات هي آسيا، أصغر القارات هي أستراليا. فعندك قارات عالم قديم، قارات عالم جديد. لو أنا دلوقتي سألتك سؤال، تالت قارات العالم مساحة أمريكا الشمالية، صح ولا غلط؟ هتقولي طبعا صح، لأن ثالث قارات العالم مساحة من حيث المساحة، لأن آسيا، أفريقيا، أمريكا الشمالية. نعم، لو قلت لك ثالث قارات العالم القديم هتبقى غلط، لأن القديم ثالث واحدة أوروبا. ركز كده في السؤال وانت بتقرأه عشان تجاوب صح. عايزين نعرف أكبر المحيطات وأصغر المحيطات. احنا هنا كده عندنا في خريطة العالم هتلاقي كده على ايدك اليمين كده المحيط الهادي، وكذلك هنا المحيط الهادي، لان الارض قلنا ارض قروية. لو مشيت كده هتوصل فين؟ انت لو تخيلت معايا هتقولي هنوصل هنا، لان دي المية، دي مية كلها مية المحيط الهادي، لان الارض عبارة عن ارض قروية.
ده اكبر المحيطات المحيط الهادي. المحيط الهادي اكبر المحيطات. اما اصغر المحيطات المحيط القطبي الشمالي اللي هنا كده فوق اسيا وفوق اوروبا وفوق امريكا الشماليه، ده المحيط القطبي الشمالي. لو احنا عايزين نفرق ما بين الموقع الفلكي والموقع الجغرافي، لان انت دلوقتي هتدرس ال7 قارات من حيث الموقع الفلكي والموقع الجغرافي، الاكتر اللي بيجي في الامتحانات هو الموقع الجغرافي. احنا برضو عايزين نعرف هو ايه الموقع الفلكي ده. الموقع الفلكي ده هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. الحاجات دي كلها بتكون على الخريطة، انت مش هتمشي في الحقيقة وتتكعبل في خط طول ولا دائرة عرض، الحاجات دي بس بنعرفها على الخريطة. أما الموقع الجغرافي هو موقع المكان بالنسبة للأماكن الأخرى من بحار، محيطات، قارات أو دول. بقى عايزين نعرف، احنا قلنا أكبر القارات قارة ايه؟ آسيا. في آسيا هنعرف الاتجاهات بقى، بيحد آسيا من الشمال ايه ومن الجنوب ايه ومن الشرق ومن الغرب. هنعرف كل التفاصيل دي مهمة جدا وبتيجي في الامتحانات على الخريطة، فلازم تركز عليها قوي وانت بتذاكر الدرس ده. لازم يكون قدامك الخريطة، يعني الدرس تذاكره قدامك خريطة عشان لازم تكون عارف كل مكان من اللي احنا هنقولهم على الخريطة. بتيجي كتير في الامتحان، لازم تيجي في الامتحانات، فركز. يلا بينا. قارة آسيا اللي هي أكبر القارات، العالم مساحة بيحدها من الشمال. عندك فوق آسيا كده المحيط القطبي الشمالي. هو عموما عشان تبقى عارفها معلومة، بيحد آسيا، أوروبا، أمريكا الشمالية من الشمال المحيط القطبي الشمالي. دي مبدئيا كده، دي أول معلومة عرفناها. عايزين نعرف الجنوب. جنوب آسيا أنت شايف إيه في الجنوب؟ المحيط الإيه؟ الهندي. يبقى من الجنوب آسيا هتلاقي المحيط الهندي، يبقى المحيط القطبي الشمالي في الشمال، أما المحيط الهندي في الجنوب. كده تمام. ناحية إيدك اليمين ده بيكون الشرق، فبيحد آسيا من الشرق الإيه؟ المحيط الإيه؟ المحيط الهادي. تمام. أما الغرب، تعالى كده نشوف ناحية الغرب. ناحية الغرب هتلاقي إيه؟ أوروبا. بيحد آسيا من ناحية الغرب قارة أوروبا، وكمان عندك البحر المتوسط. طب إيه تاني كمان؟ البحر الأحمر. تاني بيحد آسيا من الغرب قارة أوروبا، البحر المتوسط، البحر الأحمر. كده تمام. يبقى تاني نقول بيحد آسيا من الشمال المحيط القطبي الشمالي، من الجنوب المحيط الهندي، من الشرق المحيط الهادي، من الغرب قارة أوروبا، بحر المتوسط، البحر الإيه؟ الأحمر. معلومة مهمة جدا وتاخدها كمان في تدريس، فركز كده معايا. هو دلوقتي آسيا مفصولة عن أوروبا، دي قارة ودي قارة، فأكيد في حاجة بتفصلهم كده، في حاجة لازم تفصلهم. إيه هي اللي بيفصلهم؟ جبال اسمها جبال الأورال. يبقى بيفصل آسيا عن أوروبا جبال اسمها جبال الإيه؟ أورال. برافو. يفصل آسيا عن إفريقيا، انتوا شايفين إيه؟ يفصل آسيا عن إفريقيا البحر الإيه؟ البحر الأحمر. برافو. آسيا دلوقتي قريبة من إفريقيا، صح ولا إيه؟ قريبة عن طريق إيه؟ الحتة دي كده في مضيق اسمه مضيق باب المندب. مضيق باب المندب، وده لسه واخده السنة اللي فاتت في تانية إعدادي. مضيق باب الإيه؟ المندب. آسيا فيها أكبر بحر مغلق وهو بحر قزوين. آسيا فيها أكبر بحر مغلق وهو بحر إيه؟ قزوين. مغلق ليه؟ لأن لم يتصل بالمحيطات ولا البحار ولا أي حاجة، ما بيتصلش، مقفول، مغلق. فهنا في جزر اسمها جزر الإيه؟ اليابان. جزر اليابان. يبقى دي جزر الإيه؟ اليابان. وهنا جزر الفلبين. جزر الفلبين. وهنا جزر إيه؟ أندونيسيا. جزر أندونيسيا. يبقى آسيا بيوجد بها العديد من الجزر، جزر اليابان، جزر الفلبين، جزر إيه؟ أندونيسيا. فيها برضو أشباه الجزر. قارة آسيا بيوجد بها أشباه الجزر، زي أول حاجة هتقولها لي شبه الجزيرة العربية. وفي حاجة تانية جديدة بقى، دي شبه جزيرة الملايو. يعني ايه اصلا شبه جزيرة؟ محاط بها المية من 3 جهات بس. بيحاط بشبه الجزيرة المية من 3 جهات. تعالى بقى ندخل على قارة افريقيا من حيث الموقع الجغرافي. انا قلت لكم وانتوا بتذاكروا الدرس ده او حتى وانتوا بتسمعوا الدرس ده دلوقتي، لازم تجيبوا الخريطة قدامكم وتبداوا تشاوروا كده بالقلم على المكان، لان لازم تحفظ المكان على الخريطة. لو انا قلت لكم احنا في قارة افريقيا، اكيد كلكم عارفينها، دي القارة بتاعتنا، قارة ايه؟ افريقيا. فوقيها كده لو بصيت هتلاقي الايه؟ البحر المتوسط. برافو. طب البحر المتوسط ده يفصلها عن ايه؟ عن اسيا ولا عن اوروبا؟ سمع ناس بتقول اوروبا. برافو، لان بيفصل البحر المتوسط افريقيا عن ايه؟ عن اوروبا. طب دلوقتي شرق قارة افريقيا، شرق قارة افريقيا هتلاقي ايه؟ هتلاقي المحيط الهندي. ما تنساش الايه؟ البحر الاحمر. في الغرب هتلاقي المحيط الاطلنطي. لو انت جيت بصيت على قارة افريقيا، هل فيها جزر كتير؟ لا، ما فيهاش جزر كتير، قليلة، لان طبعا مقارنة بقارة اسيا لا، قليلة من حيث الايه؟ الجزر. تتميز قارة افريقيا بقلة الجزر،
لازم تكون فاكرها جدا. بيجي صح ولا غلط؟ تتميز قارة افريقيا بكثرة الجزر؟ غلط، بقلة الايه؟ الجزر. في حد بيقول لي كده احنا خدنا جزر القمر قبل كده او جزر القمر، صح؟ عارفين النقط دي اللي فوق مدغشقر اهي، النقط دي جزر الايه؟ القمر اهي. ودي جزيرة مدغشقر، جزيرة مدغشقر وجزر الايه؟ القمر. سهلة جدا قارة افريقيا، من الشمال البحر المتوسط اللي بيفصلها عن اوروبا، عندك هنا في الشرق المحيط الهندي والبحر الاحمر، في الغرب المحيط الايه؟ الاطلنطي. بتميز قارة افريقيا بقلة الجزر. ان شاء الله هنزل لكم باقي الدرس على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.